أنا كنت باعيط من غير سبب، قلبي دايمًا كان مقبوض، بانام كتير وباصحى تعبانة أكتر، وبصراحة ما كنتش عارفة إني محتاجة رُقية شرعية. السلام عليكم، أنا جاية النهارده أحكي لكم قصتي، ما بادوّرش على تعاطف نهائي ولا جاية أقول إني اتغيّرت وخلاص، أنا جاية أحكي عشان يمكن قصتي تكون سبب في شفاك أنت كمان. كل حاجة بدأت من كام شهر، كنت بامُر بمرحلة غريبة ما لهاش مسمى تاني، حياتي كانت بايظة من كل الاتجاهات، نفسيتي زيرو، الشغل ما كانش ماشي كويس أبدًا، علاقاتي كلّها كانت بايظة، حتى نومي كان متقطّع، ودايمًا باصحى منّه تعبانة. في حاجة كانت غلط بس أنا مش عارفة إيه هي، ما فيش سبب واضح لأي حاجة بتحصل لي، بس الحزن كان لازق فيّا زي ضِلّي، كنت باحس كإني مش لوحدي، كإن في حاجة بتنطفي جوّايا، لحد مرّة كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي وقالت لي: "هو أنتِ جرّبتِ الرُقية الشرعية؟" ضحكت بصراحة وقُلت لها: "إحنا 2025 يعني أكيد مش كل المشاكل اللي عندي حلّها رُقية شرعية." قالت لي: "طَب جرّبي وأنتِ مش خسرانة حاجة." فتحت يوتيوب وقعدت أدوّر كتير وشغّلت فيديو، لو عايزين تعرفوا إيه الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات وأنا أقول لكم كل التفاصيل التانية في فيديو تاني. المهم قعدت أسمعه، مشيت على صوت الشيخ كإني ماشية في ممر طويل، ضلمة بس في آخره نور. أول يوم ما حصلش حاجة، تاني يوم بدأت أحس إني باعيّط وأنا مش عارفة ليه، تالت يوم ابتديت أحس براحة، راحة غير مفهومة. اليوم الرابع نمت من غير كوابيس لأول مرة من شهور. بدأت أفهم إن القرآن مش مجرد كلام بيتقال، ده شفاء، شفاء ربنا قال لنا عليه من 1400 سنة. قال لنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. ابتديت ألتزم، كل يوم أسمع رقية، أقول أذكار الصبح وبالليل وأدعي ربنا، وهو عارف الوجع اللي في قلبي حتى لو ما قلتوش. مع الوقت رجعت أضحك تاني، رجعت أشتغل تاني زي الأول، رجعت أحس إن أنا عايشة، والفضل لله وحده، ثم الرقية الشرعية. أنا مش بقول إن الرقية الشرعية هتحل كل مشاكلنا، بس بقولك إنها باب لراحة يمكن تكون بتدور عليها من سنين. لو أنت حاسس بضيق أو قلق أو خوف أو حتى فراغ داخلي مش لاقي له مسمى ولا لاقي له سبب، جرب الرقية، جرب تقول وتقرا على نفسك أو تسمعها حتى بنية الشفاء، يمكن ربنا يكتب لك بداية جديدة زي ما كتب لي. دي كانت قصتي مع الرقية الشرعية، لو حسيت إن هي لمست قلبك شاركنا، يمكن توصل لقلب محتاجها تاني، واكتب لي قصتك مع الرقية الشرعية لو جربتها في الكومنتات.